لم أتخيل يوماً أن السفر مع زوجي سيكون بداية حياة جديدة، لكن ليست الحياة التي حلمت بها. كنت أظن أن الزواج يعني السند، وأن الانتقال إلى بلد جديد سيكون خطوة جميلة نبني فيها مستقبلنا معاً. لكن ما حدث بعد وصولنا كان مختلفاً تماماً. اسمي دعاء، أبلغ من العمر 32 عاماً، وكنت أعمل في مجال مرموق تعبت كثيراً حتى أصل إليه. بعد زواجي من رجل ناجح يعمل مهندساً، اتفقنا أن نبدأ حياتنا خارج البلاد، وأن أبحث هناك عن فرصة مناسبة لي أيضاً. كنت متحمسة، أجهز أحلامي قبل حقائبي، وأتخيل بيتاً دافئاً نعيش فيه سوياً. في الأيام الأولى بدا كل شيء طبيعياً، مدينة جديدة، شوارع مختلفة، وجوه لا أعرفها، ولهجة غريبة عني. كنت أحاول التأقلم وأقنع نفسي أن أي بداية تحتاج بعض الوقت. لكن الوقت مر، وزوجي بدأ يندمج سريعاً في عمله وحياته الجديدة، بينما بقيت أنا في المنزل وحدي. كل صباح كان يخرج مبكراً، وكل مساء يعود متعباً، بالكاد يتحدث دقائق ثم ينام. حاولت كثيراً أن أفتح معه حديثاً، أن أحكي له عن يومي الطويل، عن شعوري بالغربة، عن رغبتي في العمل من جديد، لكنه كان يرد دائماً بنفس الجملة: ولماذا تتعبين نفسك؟ أنا أوفر لك كل شيء. كان يظن أن المال يكفي، وأن الراحة تعني الجلوس داخل بيت كبير بلا هدف. لكنه لم يفهم أن الإنسان لا يعيش بالطعام والملابس فقط، بل بالاهتمام، بالكلمة، بالشعور أنه مرئي ومهم. بدأت الأيام تتكرر بشكل مؤلم. أستيقظ بلا خطة، أتنقل بين الغرف، أرتب أشياء مرتبة أصلاً، أراقب الوقت وهو يتحرك ببطء شديد. لا صديقات، لا عمل، لا عائلة قريبة، ولا حتى زوج يلاحظ أنني أختنق بصمت. ثم انتقلنا إلى منزل أكبر في منطقة هادئة. كان جميلاً من الخارج، واسعاً وفخماً، تحيط به حديقة كبيرة. الجميع كان يراه نعمة، أما أنا فكنت أراه سجناً أجمل من السابق فقط. وفي أحد الأيام أخبرني زوجي أنه سيحضر سائقاً يساعده في المشاوير، ويكون تحت الطلب إذا احتجت أي شيء أثناء غيابه. لم أهتم وقتها كثيراً، ظننت أنه مجرد تفصيل صغير في حياتنا، لكنني لم أكن أعرف أن هذا التفصيل الصغير سيكون بداية سلسلة أحداث لم أتوقعها أبداً. في أول يوم جاء فيه السائق، لمحت شيئاً غريباً. لم يكن في مظهره أو كلامه، بل في الطريقة التي نظر بها إلى البيت ثم إلي. كانت نظرة سريعة جداً، لكنها جعلتني أتوقف للحظة، ولم أكن أعلم أن تلك اللحظة القصيرة ستقلب كل شيء رأساً على عقب. لكن ما حدث بعد ذلك بأيام جعلني أندم على كل لحظة شعرت فيها بالوحدة. مرت الأيام بعد وصول السائق بشكل عادي في البداية، أو هكذا كنت أظن. كان يؤدي عمله بهدوء، قليل الكلام، يعرف حدوده جيداً، ولا يتدخل في شيء لا يعنيه. زوجي كان مرتاحاً له لأنه منظم ودقيق في المواعيد، وأنا أيضاً لم أره أكثر من شخص موجود لتسهيل بعض الأمور اليومية. لكن مع الوقت بدأ وجوده يملأ الفراغ الذي تركه زوجي دون أن أشعر. حين أحتاج للذهاب إلى السوق يكون حاضراً. إذا احتجت توصيلة سريعة أجده ينتظر، وإن تأخرت خارج المنزل كان يتعامل باحترام وصبر دون تذمر. لم يكن الأمر كبيراً في البداية، مجرد راحة إضافية. لكن الإنسان حين يعيش في عزلة يبدأ بملاحظة أبسط التفاصيل. كنت أفتقد أن يسألني أحد: هل تحتاجين شيئاً؟ وهذا السؤال البسيط حين تسمعينه بعد شهور من التجاهل يصبح له أثر أكبر مما ينبغي. زوجي من جهته ازداد انشغالاً، اجتماعات، اتصالات، سفرات قصيرة، وساعات عمل طويلة. حتى حين يكون في البيت كان عقله في مكان آخر. أجلس أمامه فأشعر كأنني غير موجودة. أحاول الحديث فيرد بكلمات مختصرة،
ثم يعود للهاتف أو يطلب النوم مبكراً. وفي المقابل كان السائق يلاحظ أدق الأمور دون أن يتكلم كثيراً. مرة خرجت وأنا متعبة، فقال بهدوء: إذا لم تكوني بخير يمكننا العودة. استغربت، لأن زوجي نفسه لم يسألني منذ فترة طويلة إن كنت بخير أصلاً. بدأت ألوم نفسي، هل أصبحت أبحث عن الاهتمام في الأماكن الخطأ؟ أم أنني فقط إنسانة طبيعية تحتاج أن ترى وتسمع؟ كنت أقاوم هذه الأفكار، أقول لنفسي: إنه مجرد موظف يؤدي عمله، وإنما أشعر به سببه الفراغ لا أكثر. لكن الحقيقة أن الوحدة تغير نظرتك للأشياء وتجعل المواقف العادية تبدو مختلفة. وفي أحد الأيام كنت في الحديقة أسقي النباتات مع غروب الشمس. الجو هادئ والبيت خال كعادته. رفعت رأسي فجأة فوجدته في الطرف الآخر من الحديقة ينظر ناحيتي، ثم أبعد عينيه بسرعة حين انتبه أنني رأيته. لم تكن النظرة وقحة، لكنها لم تكن عادية أيضاً. تجاهلت الأمر، لكنني طوال الليل ظللت أفكر: هل تخيلت ذلك؟ أم أن شيئاً ما بدأ يتغير فعلاً؟ منذ تلك اللحظة صار بيننا صمت غريب، صمت فيه أسئلة كثيرة لا تقال. إذا ركبت السيارة أشعر بتوتر لا أفهمه، وإذا تكلم انتبه لنبرة صوته أكثر من اللازم، وإذا غاب يوماً ألاحظ غيابه. وهنا بدأت أخاف من نفسي أكثر مما أخاف من أي شيء آخر، لأن المشكلة لم تكن في الرجل الذي يعمل لدينا، بل في الفراغ الذي بداخلي، والذي بدأ يفتح أبواباً كان يجب أن تبقى مغلقة. حاولت أن أقرر شيئاً واضحاً: سأضع حدوداً، سأطلب من زوجي تقليل التعامل المباشر معه، وسأشغل نفسي بأي طريقة. لكن قبل أن أفعل ذلك حدث موقف بسيط ظاهرياً غير نظرتي لكل شيء. في صباح اليوم التالي أوصلني إلى مكان قريب، وقبل أن أنزل قال جملة واحدة فقط: الوحدة تجعل الإنسان يسمع أفكاراً خطيرة. ثم أغلق الباب. تجمدت في مكاني، لأنني لم أخبر أحداً يوماً بما يدور داخلي. كيف عرف؟ ولماذا قالها الآن بالتحديد؟ منذ تلك الجملة لم يعد شيء كما كان. بقي صوته يتردد في رأسي طوال اليوم: الوحدة تجعل الإنسان يسمع أفكاراً خطيرة. كيف عرف ما أشعر به؟ هل كان يراقبني طوال الوقت؟ أم أن ملامحي أصبحت تفضح ما أخفيه؟ حاولت إقناع نفسي أنه قالها من باب الصدفة، أو ربما يقصد شيئاً عاماً لا علاقة له بي، لكن داخلي كان يعرف أن الأمر أعمق من ذلك. لقد لمس بكلمات قليلة منطقة كنت أخفيها حتى عن نفسي. عدت إلى البيت مرتبكة، ووجدت زوجي كعادته غارقاً في مكالمة عمل طويلة. مررت بجانبه فلم يرفع رأسه أصلاً. دخلت غرفتي وأغلقت الباب وجلست أفكر: لماذا يهزني كلام غريب أكثر من صمت زوجي المستمر؟ في الأيام التالية بدأت أتعمد تقليل الاحتكاك بالسائق. إذا احتجت شيئاً طلبت توصيله للبيت، وإذا كان لابد من الخروج كنت أختار أوقات وجود زوجي. كنت أريد إعادة الأمور إلى حجمها الطبيعي قبل أن تنزلق إلى مساحة لا أريدها. لكنه لم يحاول الاقتراب، ولم يضغط، ولم يتصرف بأي شيء مباشر، وهذا ما زاد حيرتي. كان يتعامل باحترام كامل وكأن شيئاً لم يحدث، لا نظرات طويلة، لا كلمات زائدة، لا إشارات واضحة، فقط هدوء ثابت جعلني أنا من يملأ الفراغ بالتساؤلات. وفي أحد المساءات عاد زوجي متأخراً كعادته. حاولت أن أفتح معه موضوع العمل من جديد. أخبرته أنني أحتاج أن أعود لمهنتي، أنني لم أعد أحتمل هذا الفراغ. لكنه تنهد وقال ببرود: لماذا تعقدين الأمور؟ أنت مرتاحة وهناك من يتمنى حياتك. كانت هذه الجملة كافية لتكسر شيئاً داخلي. مرتاحة؟ هل الراحة أن أعيش بلا دور، بلا كلمة طيبة، بلا شريك يسمعني؟ في تلك الليلة لم أنم. لأول مرة
شعرت أن المشكلة لم تعد مجرد انشغال مؤقت، بل طريقة حياة كاملة اختارها زوجي وفرضها علي. وفي صباح اليوم التالي اضطررت للخروج في مشوار قصير. ركبت السيارة بصمت وكنت أنظر من النافذة طوال الطريق. بعد دقائق قال السائق بهدوء: أحياناً أكثر ما يؤلم الإنسان أن يشتكي ولا يسمعه أحد. التفت إليه فوراً وقلبي يخفق بسرعة. لم أنطق بكلمة. هو أيضاً لم يكرر شيئاً بعدها، لكنني فهمت أن بيننا شيئاً خطيراً بدأ يتكون. ليس علاقة، بل فهم صامت. وهذا النوع من القرب قد يكون أخطر من الكلام نفسه. عندما عدت إلى البيت قررت قراراً نهائياً. يجب أن أقطع هذا الطريق الآن قبل أن أخسر نفسي. سأطلب من زوجي تغيير السائق أو أشرح له أنني لم أعد مرتاحة. مهما كان رد فعله، لا بد من خطوة. وفي المساء أخبرت زوجي أنني أريد الحديث معه في أمر مهم. نظر إلي بسرعة وقال: إنه متعب وسنتكلم لاحقاً. ثم دخل للاستحمام وترك هاتفه على الطاولة. رن الهاتف بعد ثوان. نظرت إلى الشاشة، وكان اسم المتصل امرأة لا أعرفها. ترددت كثيراً، ثم ضغطت زر الإجابة. وما سمعته في تلك المكالمة جعل كل ما كنت أظنه عن زواجي ينهار في لحظة واحدة. وقفت أحدق في شاشة الهاتف لثوان قبل أن أجيب. قلبي كان ينبض بسرعة، وعقلي يحاول إيجاد تفسير بسيط لما أراه. ربما زميلة في العمل، ربما أمر طارئ، ربما رقم محفوظ باسم غريب. كنت أبحث عن أي عذر قبل أن أسمع الحقيقة. ضغطت زر الإجابة بصمت. جاءني صوت امرأة تتحدث بثقة وكأنها معتادة على الاتصال. أنت لم ترد على رسائلي منذ الصباح. هل ما زلت ستأتي الليلة أم لا؟ تجمدت يدي ولم أستطع الرد. أكملت بسرعة: إذا كانت زوجتك موجودة، أخبرني فقط، لكن لا تكرر ما حدث الأسبوع الماضي. ثم أغلقت الخط. شعرت وكأن الأرض انسحبت من تحت قدمي. بقي الهاتف في يدي وأنا أحاول استيعاب ما سمعته. لم تكن مجرد مكالمة عابرة ولا سوء فهم بسيط. كانت كلمات امرأة تعرفه جيداً وتعرف تفاصيل حياته، بل تعرفني أنا أيضاً، أو على الأقل تعرف بوجودي. دخل زوجي بعد دقائق وهو يجفف يديه، ومد يده نحو الهاتف بشكل طبيعي. نظرت إليه طويلاً للمرة الأولى دون خوف أو تردد، ثم سألته: من هي؟ توقف مكانه ثم قال ببرود مصطنع: من تقصدين؟ أخبرته بما حدث. في البداية أنكر، ثم غضب لأنني أجبت على هاتفه، ثم حاول قلب الموضوع علي وكأن الخطأ خطأي. لكن كثرة التبريرات كشفت أكثر مما أخفت، وبعد نقاش طويل اعترف بجزء من الحقيقة فقط. قال إنها علاقة قديمة عادت مؤخراً، وأنه كان يمر بضغط كبير، وأنه لم يقصد أن تتطور الأمور. جمل محفوظة، باردة، خالية من أي ندم حقيقي. كنت أستمع إليه وأنا أشعر بشيء غريب. لم يكن الغضب فقط، بل انطفاء كامل. فجأة فهمت لماذا كان بعيداً، ولماذا لم يرني، ولماذا تركني أذبل وحدي في هذا البيت الكبير. لأشهر طويلة كنت ألوم نفسي. ظننت أنني مقصرة، أو أنني أبالغ، أو أن احتياجي للاهتمام ضعف لا أكثر. لكن الحقيقة كانت أبسط وأقسى. هو اختار أن يبتعد، ثم تركني أتحمل آثار ذلك وحدي. في تلك الليلة خرج من المنزل غاضباً بعد الشجار، وتركني للمرة الأولى دون محاولة حتى لتهدئتي. جلست في الصالة أراقب الصمت من حولي، وأنا أشعر أن كل شيء انهار. ومع ذلك هناك جزء داخلي شعر بالراحة، لأن الشك تحول أخيراً إلى يقين. في اليوم التالي لم أستطع البقاء داخل البيت. طلبت من السائق أن يأخذني في جولة قصيرة فقط لأتنفس. طوال الطريق لم أقل كلمة، وهو لم يسأل شيئاً، لكن قبل أن أصل قال بهدوء شديد: بعض الحقائق مؤلمة، لكنها تحرر الإنسان. رفعت عيني إليه بسرعة. كيف عرف أن شيئاً حدث؟
لماذا بدا وكأنه يتوقع هذا اليوم منذ البداية؟ شعرت أنني أقف بين انهيار زواجي من جهة وشيء مجهول يقترب مني من جهة أخرى. وحين عدنا إلى المنزل، وجدت ظرفاً صغيراً موضوعاً عند الباب باسمي. فتحت الظرف بارتباك، وفي داخله صورة واحدة فقط، صورة لزوجي، لكنه لم يكن وحده. والشخص الذي كان يقف بجانبه في الصورة لم أتخيل أبداً أنه سيكون هو. أغلقت الباب خلفي بسرعة، وعدت أنظر إلى الصورة مرة أخرى، وكأنني لا أصدق ما أراه. كانت صورة واضحة لزوجي يقف مبتسماً في مكان يبدو كمقهى راق، وبجواره شخص أعرفه جيداً، السائق. لم يكن المشهد عادياً أبداً. لم تكن مجرد صورة عابرة التقطت صدفة، بل بدت كأنها لقاء متكرر بين شخصين يعرفان بعضهما منذ وقت طويل. نظرات مريحة، جلسة هادئة، وابتسامة لم أرها على وجه زوجي منذ شهور. جلست على الأريكة وأنا أشعر أن كل ما عشته في الفترة الماضية كان مبنياً على أوهام ناقصة. زوجي الذي كان يدعي الانشغال طوال الوقت يعرف السائق أكثر مما كنت أتصور، والسائق الذي ظهر فجأة في حياتنا ربما لم يكن مجرد موظف أبداً. بدأت أسترجع كل التفاصيل الصغيرة التي تجاهلتها: ثقة زوجي الكبيرة فيه، دخوله وخروجه بلا قيود، معرفته بأمور خاصة عني، طريقته الهادئة حين يتحدث وكأنه يعرف ما سيحدث قبل وقوعه. هل كان كل شيء مرتباً؟ أم أنني فقط لم أكن أرى الصورة كاملة؟ انتظرت عودة زوجي تلك الليلة، وهذه المرة لم أكن مرتبكة ولا باكية. كنت هادئة بشكل أخافني أنا نفسي. دخل المنزل ونظر إلي ثم إلى الظرف المفتوح على الطاولة. فهم فوراً أنني عرفت شيئاً جديداً. وضعت الصورة أمامه وسألته: منذ متى؟ جلس بصمت طويل، ثم قال أخيراً: منذ قبل سفرنا. اعترف أن السائق لم يكن مجرد عامل عادي، بل شخص يعرفه منذ سنوات وكان يساعده في بعض الأعمال الخاصة. أما وجوده معنا فكان بطلب من زوجي، لأنه يثق به أكثر من أي شخص آخر. سألته عن الصورة، وعن سبب إخفاء كل شيء، وعن المرأة التي اتصلت، وعن حياتنا التي تحولت إلى مسرح من الأسرار. لم يجب عن كل شيء، لكنه قال جملة واحدة اختصرت كل شيء: كنت أظن أن بقاء الأمور كما هي أسهل من مواجهة الحقيقة. وهنا فهمت جوهر المشكلة. لم يكن زوجي شريراً بقدر ما كان جباناً، يهرب من المواجهة، يهرب من الصراحة، يهرب من تحمل مسؤولية مشاعره وقراراته، ويترك الجميع يدفع الثمن بدلاً منه. نهضت بهدوء وصعدت إلى غرفتي، وجمعت أغراضي الأساسية فقط. لم أصرخ، لم أبكي، لم أطلب تفسيراً إضافياً. لأول مرة منذ زمن شعرت أن القرار بيدي أنا. في الصباح غادرت المنزل واتصلت بصديقة قديمة في المدينة المجاورة. ساعدتني في إيجاد مكان أبدأ فيه من جديد، وبعد أسابيع عدت للعمل في مجالي الذي تركته من أجله. اكتشفت أن أسوأ أنواع الخيانة ليست دائماً خيانة القلب، بل خيانة الإنسان لنفسه حين يقبل حياة لا تشبهه. أما السائق فلم أره مرة أخرى، وأما زوجي فقد حاول العودة والاعتذار أكثر من مرة، لكن بعض الأبواب حين تغلق لا تفتح بنفس الشخص أبداً. اليوم حين أتذكر ما حدث لا أشعر بالندم على النهاية، بل أندم فقط أنني تأخرت كثيراً قبل أن أختار نفسي. لكن هناك سراً واحداً لم أخبر به أحداً حتى الآن، وربما لو عرفته ستنظر إلى القصة كلها بطريقة مختلفة تماماً.